اهلا بيك. و10 خطوات مهمين جدا عشان حضرتك تبتدي من اول حاجة خالص. نيتك انا عايز اقدم في شوية الاسكان الاجتماعي لغاية لما تخلص كل حاجة على الموقع، وتنتظر بقى فرج ربنا بالنتيجة بقبول اوراقك او عدم قبولها، وتخصيص شقة ليك او عدم تخصيص. 10 خطوات نعرفهم كده، وكل خطوة لو حضرتك خلصتها واكتستها تمام التمام، لسه واقف عليها او كنت مش واخد بالك منها، لا سجل معلش الحاجات دي واعرفها. وال10 خطوات دول هفهمهم لك، وهفهمك كل حاجة تعملها ازاي. وخلي بالكم كوباية شايك الجميلة، وركز قوي بقى في الكلام ده لان الكلام ده هيفيدك. اول حاجة خالص، اول حاجة انت لازم تشوف الشروط تنطبق عليك ولا لا، عشان ما تحرقش في مجهودك على الفاضي. واحد يجري انا رايح اشتري كراسة الشروط، ويروح يجري يشتري كراسة الشروط وما يبقاش الشروط اصلا تنطبق عليه. ممكن يبقى اكتر من 50 سنة، ممكن يبقى قاعد في منطقة مش هينفع ومش عارف يجيب محل اقامة في المحافظة اللي هي فيها اللي هو عايزها. ده ضيع مجهود ولا ما ضيع؟ ضيع مجهوده طبعا. فحضرتك بالمنطق كده، اول حاجة تطمن الشروط تنطبق عليك ولا. طب واحد يقول لي طب ايه هي الشروط؟ لا ده انا شرحت الشروط قبل كده في كذا حلقه، ارجع ليه وتشوف الاول المدن اللي انت عايزها موجوده ولا لا. المدن اللي انت عايزها ايه، موجوده ولا لا؟ ده اول نقطه قبل اي حاجه، قبل ما تتحرك من بيتكم. قبل ما اتحرك من بيتي اشوف الحته دي. يبقى دي اول ايه، هم 10، دي اول ايه، اول واحده. تاني واحده تبتدي تجهز الاوراق. خطوات دي ايه، خطوات عندك كده عادي. روح اعمله شهادات ميلاد ناقصه اعملها، ايصال مرافق هاته، ايصال مرافق ايه هاته، مفردات مرتب هاتها، هتعمل شهاده دخل اعملها. كل الحاجات دي حضرتك بتجهزها عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تبقى ايه، عملت تاني ايه ده يا عم، ما انت كده خلصت الخطوه. لا خلصت ايه. طب انا بقول لك ايه، انا هروح اشتري كراسه الشروط الاول؟ لا، ايه، لازم تتبع نفس الترتيب عشان ما تخسرش. ما ايه، ما تخسرش. يبقى تاني خطوه ايه، ان انت تحضر اوراقك بقى. تالت حاجه، لا تشتري بقى كراسه الشروط وتبتدي تقراها وتشوف اسعارها ايه والدنيا ايه وهتم. مش زيطة هي والله العظيم. في ناس واقفة في طوابير كراسة الشروط ما تعرف كراسة الشروط دي نظامها ايه وشو ايه ولا بكام ولا فين ولا اي حاجة. هم لقوا ناس زحمة واقفة. شفتوا افلام زمان فرخ في الجمعية اقف عليها وخلاص؟ والله نسبة كبيرة جدا من الناس اللي اشتركوا ما تعرفش اصلا. فانت لا، ما تبقاش زيهم. حضرتك اشتري كراسة الشروط، اقراها، افهم، بعدين فكر ايه تاخد الخطوه اللي بعدها. طب واحد يعمل لي ازاي يا فندم؟ ما انا يعني عشان يبقى مشوار واحد، يبقى انت حمل كراسه الشروط من على النت واقراها واقراها وادفع الاتنين مره واحده في البريد عادي جدا. ادفع ثمن الكراسه وسجل ايه، وسجل جديه الحجز. دي ب 350 ودي ب 30405، مفيش اي مشكله. دي ايه، دي ما فيهاش اي مشكله حضرتك، دي بتاعتك. بس انا بقى ليه بقول لك دي خطوه لوحدها؟ افرض فيها حاجه ما عجبتكش، لو حبيت تسترد ال 30000 اللي انت دفعتهم هتنتظر لغايه نهايه الاعلان. يبقى انت قعدت شهر على الفاضي. مش هينفع تسحبها دلوقتي، مش هينفع. تنتظر لغايه ايه، نهايه الاعلان برضو بالبطاقه بتاعتك تروح تسحبها. فالكلام ده نخلي بالنا منه. عشان كده بقول لك ايه، دي خطوه لوحدها. رابع خطوه، رابع خطوة دفع مقدم جدية الحجز. لما تطمن بقى ان تمام يعني وخلاص، ادفع بقى جدية الحجز. ادفع ايه، ادفع جدية الايه، الحجز. طيب النقطة اللي بعد كده، وممكن دول نحسبهم نقطة واحدة، مراجعة الأوراق. يا نهار أبيض على النقطة دي. النقطة دي أكتر نقطة، وأنا أكتر نقطة أنا بهتم بيها في مكتبي مراجعة الأوراق. رخم أوي أوي في مراجعة الأوراق. ليه؟ لأن يا فندم أنا الورق معايا والسكانر معايا والحاجه معايا والكمبيوتر معايا.
اراجع ورقي مره واتنين طب انا رفعته وقدمته خلاص، ما انت هتراجع ايه؟ ما فيش، الزمن ما بيرجعش لورا. يبقى النقطه اللي بعد كده واللي خطيره جدا، اللي هي نسميها بقى رقم 4 ونسميها رقم 5، مراجعه الاوراق كلها. تطمن ايه ده؟ البطايق اهي، شهادات الميلاد اهي، قيد عائلي اهو، مفردات مرتب ودخل اهو، وبعدين ايصالات مرافق اهو، وعقد اهو، ومش عارف ايه. طبعا احنا شرحنا الموضوع ده، ولو محتاج ان انت حضرتك تستشير بينا وتستعين باستشارتنا، حضرتك ممكن تكلمنا على التليفون ونقدم لك استشاره ونقدم لك مساعده، بس مش في التليفون، حضرتك تيجي ساعتها تنورنا المكتب وان شاء الله نساعدك. ان شاء الله نساعدك ونساعدك في اهم خطوه اللي مراجعه الاوراق. واحد يقول هو رسوم القصه دي بتاع المكتب شامل ايه؟ لا يا فندم، ده قصه مراجعه الاوراق دي قصه لوحدها، ومش اي حد يقوم بيها، مش اي حد يقوم بيها. قصه مراجعه الاوراق دي قصه لوحدها. طيب، النقطه الخامسه، النقطه الخامسه، عمل الاوراق ملف PDF. حضرتك بتجيب الورق، يبقى قدامك طريقتين: يا تسحبه على الكمبيوتر سكانر، يا اما بالموبايل تصوره صور واضحه وتكون حروف المستندات باينه، تكون الحروف باينه. واحد ما يجيش مثلا نص الصوره كده ياخد نص، يعني ما هو الكلام كله ظاهر يا استاذ، مش لازم الحروف. يعني اقول لك لا، الحكومه بتعتمد ليه على الحروف؟ عشان لا تكون حاجه مكسوره كده، حاجه مكتوبه كده مش باين، لا، يبقى هو شايف الورقه بالكامل، شايف زي كده الورقه بالكامل. فانت بالتالي قدامك اختيارين: يا تسحب، طب انت ما عندكش كمبيوتر والموبايل مش عارف خلاص ساعتها شوف، يعني احنا ممكن اللي هو مش عايز اقول احنا وكل شويه اتكلم لا، انت تشوف طريقه تروح عامل بيها الورق سكانر بقى، ان كان على الموبايل او على الكمبيوتر، والورق ده لازم يكون حروفه بطريقه معينه وبمعالجه معينه، والاضاءه تكون اضاءه بيضاء، ما ينفعش الصور السوداء اللي هي ساعات بتبقى بتصوير الموبايل، دي مش مستحبه. تمام. طيب، بعد كده لازم الملف يكون اقل من 2 ميجا. طب انا قعدت ارفع الورق كله، لقيت ده انا لقيت الملف يا عم 20 ميجا، يا عم 2 ميجا مين؟ تيجي ترفع على الموقع الورق مش هيترفع. الورق مش هيترفع، يا تعبك وشقاك على الفاضي. لا، ساعتها لازم طب انت بقى الحته دي اعملها ازاي؟ دي حته فنيه بقى، دي احنا بقى بنسيبها كده للناس اللي هي مثلا بتيجي تنورنا وانا عارف ان مش صعبه جدا، بس في برامج بتشتغل بتعمل القصه دي، تخلي لك ال 20 2، تخلي لك المقاس اللي هم عايزينه. هيبقى عندك نوعين من الملفات رفع اوراق: واحد الاوراق بتاعتك، حط بقى بطايق وشهادات ميلاد وقيد عائلي ومفردات مرتب وشهاده مش عارف دخل وايصال مرافق وعقد، حط كل الورق اللي انت عايزه. والناحيه الثانيه ايصالين: ايصال الكراسه وايصال دفع الفلوس. انا بقول لك حط ايصال برضو الكراسه وايصال دفع الفلوس مع الورق ده، وحطه مع لوحده، حطه لوحده. خلاص، كلامي واضح؟ كلامي واضح. دي النقطه الخطوه رقم كام؟ الخطوه رقم 5. طب الخطوه رقم 6، عمل طلب حساب على الموقع. حضرتك لازم بقى خلاص كده انت حضرت الورقه، والورق اصلا معاك. الورق ما راحش في حته، الورق معاك. بتروح جاي عامل حساب على موقع بتاع الاسكان والتعمير، واحاول اسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف، وتروح داخل بيانات حضرتك، اسمك، رقم قومي و واليوزر نيم بيبقى رقم القومي بتاعك. تحط له باسورد حلو، تاكد من الجيميل وكل التمام والتليفون، وتاكد برساله من التليفون وزي الفل. عملت الحساب، ودي خطوه في غايه الاهميه، دي خطوه خطوه لوحدها، ومش لازم تغلط فيها، لان لو غلطت فيها هتدوخ عبال ما تعدل اي حاجه، هتدوخ. طب هل انا كده خلصت؟ لا، احنا كده عملنا الحساب، بقى لينا ان احنا نخش بقى على صفحه تقديم الطلبات. يبقى رقم 6 عمل حساب على الموقع. رقم 7
هتنزل تحت خالص في الصفحه. واحد يقول لي يا عم انا مش لاقي ازاي اقدم طلب وحده، مش عارف فين. لا يا فندم، انزل تحت خالص هيكون كده طلب التقديم على وحده سكنيه. طلب التقديم. في ناس ما ترضاش تقول الخطوات دي، تقول لك ايه يا عم لا خليهم يجوا لي عشان استفاد. لا يا فندم، هي القصه مش قصه فلوس خالص. انت لو قدرت تساعد نفسك يعني صدقني توكل على الله. لكن ما عرفتش تعالى يعني استعين بينا، هنفيدك. هنفيدك. يبقى الرقم اللي بعد كده ان انت تختار طلب التقديم على وحده سكنيه. هتتفتح لك بقى ايه؟ الصفحه الصعبه بقى والمهمه بقى. اقعد تدخل بياناتك، ولازم وانت بتدخل بياناتك تدخل الاسم وتراجع عليه. تدخل مثلا ده الاسم هتلاقيه مكتوب، والرقم ممكن تلاقيه مكتوب من ايه، بيتسجل اوتوماتيك من الحساب. هتدخل رقم التليفون يبقى تراجع عليه. هتدخل بيانات الزوج هتراجع عليها. هتدخل بيانات مش عارف ايه تراجع عليه. كل بيانات هتكتبه تراجع عليه. الوظيفة تراجع عليه. الدخل تراجع عليه مرة واثنين وثلاثة. تقعد تدخل في كل بياناتك، وبعد ما تخلص هتلاقي كده ايه؟ رفع اوراقك. رفع واحدة يمين واحدة شمال. هنا زي ما قلت لك بتحط الاوراق كلها، وهنا تحط له الايه؟ الايصالين بس. وتروح ايه؟ دايس ايه؟ الدوسة الأخيرة اللي هي ايه؟ اللي هي رقم 10. رقم ايه؟ 10. مراجعة نهائية. برضو ما تستعجلش. الاسم اهو، رقم القوم اهو، التليفون اهو، مش عارف الجيميل اهو، مش عارف ايه، والدخل اهو، وادي الوظيفة ايه، وادي مش عارف ايه، وادي العنوان اهو، وادي عنوان مش عارف ايه، وعنوان ايه، وعنوان ايه. تمام؟ دوس يا عم على ارسال وتوكل على الله. ليك ان انت تعدل بيانات في خلال مدة الايه؟ الشهر. بس احنا مش عايزين ده. وخلي بالك، طب تكة مهمة وملحوظة مهمة، ما ينفعش تروح تقدم ورقة كده الا لما تعدي 3 ايام من تاريخ دفع جدية الحجز، عشان الايصال يكون سمع في البريد. هتجيلك الشاشة الصفراء. هتجيلك ايه؟ الشاشة الصفراء. فحضرتك الافضل ايه؟ الافضل حضرتك ان انت تعمل ايه؟ معلش، ان انت تنتظر لغاية لما يجي ايه؟ ايصال، اللي هو يسمع يعني ايصال جدية الحجز. انتظر يومين 3 كده ولا حاجة، او 4 ايام براحتنا، احنا مش مزنوقين. طب انت اخر يوم في التقديم، لا خلاص يا سيدي ارفعه، ما هو كده كده هو اتسجل. بس هو عشان السيستم يقراه ويحس بالعملية بتاع الفلوس، ويديك ان تم تأكيد الدفع من البريد وكله، والشاشة الخضراء الجميلة دي، ياخد له يومين 3 بعد ايه؟ بعد ايصال جدية الايه؟ الحجز. دي 10 خطوات كلنا لازم نتبعهم ونمشي عليهم، عشان خاطر ما يقعش مننا حاجة. سواء طب انت مش هتقدم وهتخلي حد يقدم لك، قول له لو سمحت التزم بالخطوات دي عشان خاطر ما يقعش منك حاجة، والبس انا في الحيط. والبس انا ايه؟ في الحيط. ويا رب ان شاء الله كلنا نتبع كل الخطوات، لان في ناس كتير طبعا اكيد خلصت بقى منهم 4 خطوات و5 خطوات، وفاضل الايه؟ الباقي. وفي ناس خلصوا ال10. في ناس خلصوا ال10. انا في ناس قدمت لهم عندي في المكتب، وخلاص خلصنا ال10 خطوات. خلصنا الايه؟ ال10 خطوات. يبقى ان شاء الله تتابعونا قوي الفترة اللي جاية، عشان في حاجات مهمة وتكات وحركات وحاجات كده في النص نخلي بالنا منها. وان شاء الله محدش يقع في اي غلط ولا اي حاجة بسيطة تخليه طلبه يترفض الاول ونرجع تاني نعمل تظلم. طب وليه؟ انا ارجع ورقي مظبوط وراجع خطواتي صح، وان شاء الله مفيش اي حاجة. وبالتوفيق يا جماعة لكم والله العظيم. يا رب على اللي انا شفته في زحام الناس، يعني عشان تشتري الكراس. احنا شعب طيب وشعب غلبان وشعب نفسه يستقر في وحدة تكون ملكه بدل الايجار اللي هو بيدفعه. فان شاء الله كل اللي عايز شقة ان شاء الله ياخد شقة، وبالتوفيق لحضراتكم جميعا.